تعالوا نتكلم عن حقيقة ان انت تكون كيبوب فان. بالنسبة لي الكيبوب هو عبارة عن variety of activities في مكان واحد. يعني بتلاقي الفانز بتوعه زي حالاتي كده حافظين الأغنية، حافظين الفان شانت، حافظين الرقصة، حافظين كل حاجة حرفيا. ما اعتقدش ان في ارمي في الدنيا مش هتبقى عارفة الفان شانت بتاع BTS. ده كله جاي من كوريا cheering culture. هما بصراحة بيسهلوها علينا شوية ان هما بينزلوا على الويفرز مثلا الفان شانت بتاعت اغنية معينة، وكل اللي احنا بنعمله ان احنا بنحفظ احنا المردات بتاعتنا فين بالظبط. فلو خدنا مثلا for example اكتر اغنية انا كنت obsessed بيها الفترة اللي فاتت FI بتاعت Treasure، هنلاقي كده ان هما حاطين الفان شانت بتاعتهم كده، الفانز دايما بيقولوا FI 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 FI. بيبقى ليهم حاجات معينة كده يقولوها، والموضوع بيبقى بسيط وفي نفس الوقت انرجيتك جدا. خلي بالكوا ده مش بس بيحصل في الكونسرتس، ده كمان بيحصل في الجامعات الكورية، لانهم في السبرينج فيستيفالز في فصل الربيع في شهر 5 تحديدا بيجيبوا كيبوب ايدولز مختلفين يعرضوا في جامعات مختلفة، علشان بيبقى يعتبر بريك للستودنتس في وقت الميد تيرمز وكده، او بعد وقت الميد تيرمز بيجيبوا بقى اسبا لسيرفيم كورتس، وبيجيبوا يعني كيبوب ايدولز كتير جدا، ويبدأ بقى الطلاب ان هم ينسوا حياتهم الجامعية ويدخلوا بقى في مود الهيصة ويلا بينا نغني والكلام الجميل ده. فانتظريني يا كوريا لما اجيلك شهر 5 اللي جاي. استنيني، لا مش هكون اتخرجت اصلا، معلش استنيني اللي بعده يا كوريا، معلش.